السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالحذر الحذر، المخطط خبيث، والحرب شديدة وشرسة، ولا يزال أعداء هذه الدعوة المباركة وهذا المنهج المبارك يعملون كل الوسائل من أجل محاربتها. فلما فشلوا في أن يشوهوا رموزه كشخصيات حقيقية كإخوان وصوفية وإلى غيره، ووجدوا أن الشعب لا يثق فيهم لأن ثقتهم ذهبت عند العامة، إلا من يزال يعيش الوهم والضلال. فلجأوا إلى خطة أخرى، كما لجأ السروريون في السعودية إلى خطة السلفية، الفكر الإخواني بصبغة سلفية، واخترقوا به مؤسسات الدولة السعودية، ولولا أن وقف لهم رجال وعلماء على غرار الجامي والمدخلي، الجامي رحمه الله والمدخلي حفظه الله، الذين كانت لهم من الفطنة والذكاء والعلم ما اكتشفوا به مخطط هؤلاء الإخوان في السعودية. وبدأت حملة التحذير منهم ومحاربتهم داخل السعودية، وتعرض الشيخ ربيع والشيخ محمد الجامي وغيرهم ممن حارب السرورية والإخوان إلى حملة تشويه وحرب شديدة، لدرجة أن المسيطرين على الإعلام في السعودية بعضهم من السرورية استطاعوا أن يخمدوا ذكرى المدخلي والجامي، فكثير من الشباب كان لا يعرفهم، لكن لغبائهم أنفسهم قاموا بشهرة المدخلي بأنهم يشتمون من يقول من يحارب منهجهم، ويفضحهم بأنه جامي ومدخلي، ويضعون فرقة اسمها المدخلية. فبهذا قاموا بتنبيه الشباب الذي كان لا يعرف المدخلي ولا يعرف الجامي، أغلبهم كان لا يعرف هؤلاء الاثنين إليهم، فأصبح العامة تعرف الشيخ المدخلي والشيخ الجامي إلى ما ذلك. وأخذوا يتمسحون بالأعلام الثلاثة كالألباني وابن عثيمين وابن باز رحمهم الله، لأن هؤلاء كانت لديهم شعبية في وقتهم خارقة، كان الواحد منهم لا يرد له كلام عند جمهور وشباب السنة في العالم الإسلامي، الألباني وابن باز وابن عثيمين. فنعلم أن الكثير من شخصيات الإخوان كمحمد حسان كولد الددو كغيره دائما يقولون نحن تلاميذ ابن عثيمين، نحن تلاميذ الألباني، ما إلى ذلك، لكي يعطوا لأنفسهم الشرعية في أنهم السنة، بأنهم ليسوا مبتدعة، لكي ينشروا فكرهم عن هذه الطريقة. ولولا أن هناك من الشباب والعلماء والشيوخ والدعاة الفاطمين الأذكياء الذين قاموا بفضحهم وتبيينهم للناس، اليوم يقومون بهذه الفكرة، يشوهون رموز الدعوة السلفية واحدة فواحدة. الشيخ فركوس، الشيخ محمد المدخلي، الشيخ لا أدري ماذا، يطعن في فلان أنه سروري، فلان أنه يجلس الإخوان، فلان أنه لا أدري ماذا، فلان كذا، ويتنطعون لشيوخهم، ثم يقولون لك قال العلم الفلاني من كبار العلماء. هؤلاء كبار العلماء معروفون أنه لا يستطيعون تجريحه، لا يستطيع أن يجرح الفوزان أو يجرح المدخلي أو يجرح عبيد الجابري رحمه الله، لأنه من كبار العلماء، لكنه يستطيع أن يجرح الرحيلي أو البدر أو الأصيمي أو الشيخ فركوس، رغم أن الشيخ فركوس يعني في العلم هو يعتبر من الأكابر والحمد لله. ولم يتركوا أحدا إلا كبار علماء في المملكة العربية السعودية، فالبقية أغلبهم تعاضوا فيهم، فلان فعل، فلان يقول، فلان يجالس، فلان سروري، فلان قطبي، فلان لا أدري ماذا. والعجيب أن هؤلاء الذين
يطعنون يواطئون أهل البدع ويواطئون المميعين ويواطئون من كان بالأمس يحاربونهم، هم أنفسهم كانوا يحاربون هؤلاء وينصحون بهؤلاء الشيوخ. لكن انظر التناقض، انظر التذبذب، انظر الاختلاف. اليوم أصبحوا يقفون في صف الصوفية والإخوان وإلى آخره ممن يحارب الشيوخ. وأكثر من تعرض للحرب هو الشيخ فركوس في زماننا. كل الفرق المتعالمون والصعافقة وما إلى ذلك ويأتون يستوردون الفتاوي والتجريحات من السعودية فقط ليسقطوا الشيخ فركوس. منهم من على علم ويتعمد ذلك، ومنهم من مسكين لديه ثقة في الشيوخ والعلماء ويتبع. فهذا المخطط اليوم بدأوا بصغار وبالعلماء الأقل من العلماء الأكابر المشهورين في العالم بدأوا يجرحون. غدا سوف يجرحون الفوزان، سوف يجرحون الألباني بالأمس قالوا أنه مرجع، وجرحوا الشيخ المدخلي قالوا أنه يقول بالإرجاء، وجرحوا لا أدري ماذا، جرحوا علماء كبار. حتى الألباني لم يسلم في ذلك الوقت من المتنطعين الذين لا يزالون يتوارثون الفكر الحدادي التنطعي، فكر التعالم. ولهذا الواحد منهم لا يستطيع أن يؤلف حتى 10 صفحات. الشيخ فركوس لديه مكاتب، لديه كتب. فلان وفلان الذين تجرحونه هل يمكن أن تلحقهم في العلم؟ فهذا المخطط أن يقام ضرب السلفية بالسلفية وبرموزها هو المخطط الذي تسعى له ربما قوة كبرى، قوة محاربة للإسلام، وبعض الأحزاب وبعض من لديه حظوظ النفس، ومن لديه الحسد ومن لديه البغي ومن لديه الجهل، يحارب على غير هدى، يحارب فقط لأنه سمع الناس يقولون فقال. ونسأل الله أن يحفظ علماء المنهج السلفي وأن يوفقهم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.